الحمد لله خالق الخلق كلهم من تراب، وفارق ما بينهم في المعاني والآداب، رفع عن أبصار بصائر الأولياء الحجاب، وأشهدهم ما خفي عن غيرهم وغاب، فهم على باب الدلالة للخلق على الباب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وشغل الغافلين الطعام والشراب، فهم في جمع الحطام بين المجيء والذهاب، يعمرون بالهوى أجسامهم والقلوب في خراب، وما ابيض لهم عرض حتى اسود الكتاب، فإذا عاينوا تفريطهم عند الموت بان المرتاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أحمده على ما عرض وناب، وأشهد بوحدانيته من غير شك ولا ارتياب، وأصلي وأسلم على رسوله محمد الذي عرج به فكان قاب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحشر والحساب. أما بعد، الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا، وإن هم هفوا هفوة فالرب غفار. هما محلان ليس للناس غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. الموت حق، سماه الله جل وعلا بالحق، فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا 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 ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. الذكر هو منشور الولاية، الذي من أعطيه اتصل، ومن منعه حرم، وهو قوت قلوب القوم، التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا.
وعمارة ديارهم الذي إذا تعطلت عنه صارت بورا. بالذكر به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات. يقول القائل: يا غفول يا جهول، لو علمت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. فالله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. الله جل وعلا يبين أن كل جارحة من الجوارح لها عبودية مؤقتة إلا جارحة اللسان، فهي عبودية غير مؤقتة. يذكرون الله قياما، يذكرون الله قعودا، يذكرون الله على جنوبهم، يذكرون الله على كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذاكر لله حي ولو كان به جميع الأمراض، والذي لا يذكر الله جل وعلا ميت ولو كان به صحة جيدة. أذكر لكم قصة أيها الأحبة لتقفوا على حقيقة الذكر ولتعلموا أن الذي يذكر ربه حي ولو كان به جميع الأمراض، والذي لا يذكر ربه ميت يمشي على الأرض. الفضيل بن عياض الرجل الصالح مر ذات يوم في شوارع المدينة فوجد رجلا يقول: الحمد لله الذي أعطاني شيئا لم يعطه أحد من العالمين وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فدخل عليه الفضيل فوجده طريح الفراش، وجده مريضا نائم على سريره، فقال له: يا هذا، أنت قلت كلمة، قلت الحمد لله الذي أعطاني شيئا لم يعطه أحد وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وأنت لا يوجد مرض إلا وبك، به عجز كلي، به عجز كلي، لكنه يذكر الله. فقال: نعم، الحمد لله الذي أعطاني لسانا يذكره وقلبا يشكره. لسانا يذكر الله ولو كان به جميع الأمراض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. يا من تبحث عن حلاوة الطاعة استمع إلى هذه الكلمات: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء،
فإن وجدتم، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي ذكر الله. هذه الثلاثة أشياء إذا فعلها الإنسان أحس بلذة الطاعة وأحس بلذة العبادة. في الصلاة مناجاة بينك وبين ربك، في قراءة القرآن لأنك حينما تقرأ القرآن فإن الله جل وعلا يكلمك من خلال هذا القرآن. الله جل وعلا يكلمك، فالقرآن هو كلام الله. وفي الذكر الذي يحس الإنسان بلذة الراحة بعد أن يذكر الله. يقول ذو النون المصري: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. لن تطيب الدنيا بدون ذكر الله. لا يحس الإنسان بلذة بدون ذكر الله. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه. في ظل هذا المشهد الرهيب الذي يصوره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهد يوم القيامة. وما أدراكم ما يوم القيامة؟ وما أدراكم ما هذا المشهد؟ تذهب الخلائق جميعا إلى أنبياء الله: من يخلصنا من هول موقف يوم القيامة؟ والشمس فوق رؤوس العباد، والعرق كل في العرق على قدر عمله، فمن الناس من يلجمه العرق في هذا اليوم. يقول الأنبياء: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. كل الأنبياء يقولون ذلك، ومع ذلك يقول الله جل وعلا: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي غلبت غضبي. لن تطيب الآخرة بدون عفو الله، ولن تطيب الجنة بدون رؤية الله عز وجل. فحينما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ينادي الله جل وعلا على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا. فيقول الله جل وعلا: هل رضيتم عني؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى عنك يا ربنا؟ ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيقول الله جل وعلا: فإن لكم عندي وعدا قد أنجزكموه. فيقولون: وما هو يا ربنا؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أيها الأحبة، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم أكرم نزلها، اللهم وسع مدخلها، اللهم جاف الأرض عن جنبيها، اللهم إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، وإن كانت محسنة فزد في إحسانها. اللهم احشرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.